لو عندك مشط ومعلقه كبيره من النشا، تعالي شوفي الوصفه الرهيبه اللي هنعملها بيهم. حاجه كده وهم وهتعجبك جدا جدا. يلا بينا نروح نشوف عملنا الوصفه ازاي مع بعض وهنستفيد منها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في قناتي وصفات ومعلومات. يا رب تكونوا بخير جميعا في احسن حال. حبايب قلبي، هعمل لكم النهارده وصفه حلوه جدا جدا وفعاله في فرد الشعر بمعلقه كبيره من النشا. لو شعرك مش مفرود وحابه تعملي بديل الكرياتين او البروتين، حاجه كده جباره وملهاش اي ضرر على الشعر، سهله، ولما تجربوها تدعولي عليها. بسيطه وسهله، وان شاء الله من اول استخدام هتحسوا بفرق كبير جدا. عندي كميه من النشا معلقتين كبار حسب طول شعرك. لو شعرك طويل هتستعملي معلقتين كبار، لو شعرك قصير معلقه كبيره. وبعد كده هنجيب ميه دافيه، هنجيب الطبق بتاعنا اللي هنعمل فيه الوصفة وهنحط معلقتين كبار علشان حسب طول الشعر. وبعد كده هنحط المية الدافية، مية ما تكونش سخنة مغلية علشان النشا ما يتكتلش معايا، واقلب كده شوية بشوية. جربوا الوصفة دي يا بنات وهتدعولي عليها من اول استخدام. جميلة جدا جدا وهتفرق معاكي، شعرك هيتفرد وهيبقى يعني في منتهى الجمال. جربيها مرتين في الاسبوع وتشوفي الفرق بنفسك، وبعد كده اكتبولي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين كده قوام تقيل شوية مش خفيف بالشكل ده. وبعد كده بقى هنشوف هنطبق الوصفة ازاي. اول حاجة كده يا بنات هنجيب مشط يكون سن واسع، ويفضل يكون لو مشط خشب يكون احسن على الشعر، علشان ما يتفاعلش مع الشعر، ويكون واسع شوية كمان. هتبلي شعرك شوية او هيبقى يعني مش مبلول غرقان مية، لا هيبقى ايه، هترشي كده عليه بالبخاخ وتسرحيه بحيث ان هو يبقى متسلك ومفرود. هتاخدي بقى كده بالمشط بتاعك في الوصفة بالنشا، ونغمس كده المشط في النشا لو حاجة اكبر، او بالبخاخ او بمعلقة. المهم ان انت هتوزعي النشا على شعرك. تبدأي بقى تاخدي كده من النشا وتفردي خصل 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 كده وتسرحي بالمشط لحد ما توزعي النشا في كل شعرك، وبعدين تسرحيه بحيث ان هو يتفرد كده وتشد معاكي الخصلة وتبقى مفرودة. وتسيبيها بقى على شعرك حوالي كده ساعة لحد ما ينشف خالص النشا، تلاقي شعرك بدأ ينشف كده ويشد. هتشغلي بقى المية الدافية وتبدأي تغسلي شعرك كويس جدا، ويعني تشيلي منه بقى كل النشا كده. وبعد كده تدهنيه بلمسة كده من يعني بعد ما تغسلي شعرك هتلفيه في الفوطة وتسيبيه كده نص ساعة. دايما بعد كل غسيل شعر ما تشيلوش الفوطة بسرعة من على شعركم، سيبوا الشعر كده يهدى ويستريح. هتلاقي فرق كبير جدا وانتي بتسرحي شعرك. بعد ما تكوني خلاص غسلتي شعرك، خلي شعرك في الفوطة نص ساعة، وبعد كده هتسرحي شعرك بالراحة خالص مع دهنة من او لمسة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون. وشوفوا الوصفة هتلاقي شعرك بدأ يتفرد من اول استخدام. بجد وصفة جبارة، ان شاء الله تدعولي عليها. جربوها لبناتكم ولنفسكم لو شعركم محتاج فرد. يا ريت بقى تكتبوا لي كومنت حلو منكم، كمان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتشيروا الفيديو مع صاحباتكم. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير ووصفات جديدة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.